السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد من مصر. وصلت على برلين أول السنة ديت. طبعا حصل لي حاجات كتيرة وحكايات كتيرة. في حاجات كتير طبعا بهرتني، وفي حاجات كتير طبعا خلتني متفاجئ ان دي حاجات موجودة برا. يعني احنا كان اعتقد في دماغنا ان الامور برا خيالية والدنيا حلوة. طبعا الكلام ده فيه منه كتير صح، بس برضو في حاجات تانية احنا بنتفاجئ بيها ان هي مش احسن حاجة. فانا ان شاء الله هبدأ احكي لكم على الحاجات اللي المفروض لو انت ناوي تنقل على المانيا تاخد بالك منها. وبقى هحكي لكم بعض المواقف اللي حصلت معايا وازاي الحمد لله ربنا كرمني وقدرت اتجنبها. طبعا انا مستني منكم اي حد محتاج يسأل على اي حاجة، او اي حد محتاج يعرف حاجة عن الاجراءات، او يسأل حاجة عن الحياة في المانيا هنا، يقدر يتواصل معايا باذن الله او يكتب لي في الكومنتات ويقول لي على الحاجة اللي هو حابب يسأل عليها. ان شاء الله انا هحاول انزل فيديو كل اسبوع او فيديوهين كل اسبوع. مش هيبقى حاجة كبيرة، بس هتبقى حاجات صغيرة هتكلم فيها عن الفروقات بين ألمانيا ومصر مثلا، أو أوروبا ومصر، وعن الحاجات اللي تاخد بالك منها لما تيجي هنا. وإن شاء الله أتمنى لكم كلكم السعادة، وأتمنى لكم كلكم التوفيق، واللي نفسه يجي على أي بلد أوروبية أو على أمريكا ربنا يكرمه إن شاء الله ويسهل الأمور. ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتابعوا كل الفيديوهات اللي هنزلها ان شاء الله. السلام عليكم، اشوفكم في الفيديو الجاي.